هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي. فيلمنا النهارده بيتكلم عن الحياة القديمة اللي هي البشر عايشين مع الطبيعة قشطة، يعني تحس انهم واحد. الفيلم بيتكلم عن الحياة قبل 20,000 سنة، وبصراحة انا معرفش ايه هي الحياة قبل 20,000 سنة، ولو حد فيكم يعرف ياريت يكتب له في الكومنتات. المهم بنشوف القبيلة دي وهي بتزحف عشان توصل لقطيع الماموس بدون ما القطيع يشوفهم، وفجأة بيقوموا بسرعة وبيهجموا عليه، ولما القطيع بيشوفهم بيهجم عليهم برضه. هو ايه الغباوة اللي بتحصل دي؟ المفروض انهم هينطحوا الماموس يعني. ولما بيقربوا منهم كل واحد بيرمي الرمح اللي في ايده، والقطيع بيخاف وبيرجع تاني، اللي هو لف وارجع تاني بسرعة. وبيفضلوا يجروا لحد ما بيوصلوا لاخر الجبل وبينتحروا. الله 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 الله، ايه كميه الغباوه دي؟ انا كده عرفت ليه الماموس انقرض، عشان كميه التخلف المشتركه ان كان من الماموس نفسه او من القبيله دي. المهم وفي كام حيوان ماموس بيقف وبيقول بما اني كده كده ميت، اللي هو اكده ميت وكده ميت، ما دام كده ميت وكده ميت، خاف من ايه؟ خاف من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ وبيلف وبيعمر قرونه وبيطير على القبيله وكلهم اختفوا من قدامه. بس الواد ده لا، اتمسمر في مكانه ومعرفش يتحرك لحد ما الماموس قرب منه وفضل يجري، بس الحيوان قال له والله ما هحلك. اصلا شايفين نظره الانتقام في عينه عامله ازاي. المهم وبيطيروا من على الارض، ورجع يبص له تاني اللي هو انت مفكرني كده خلصت؟ ده احنا لسه بنبدا. انا هصرفك بنيه في حنكك كده، هندغك سنانك، هاكلك 90 علم على الغفله. المهم والحيوان جري ناحيته تاني، لكن المره دي اتعلق في قرنه وجري بيه لاخر الجبل وطيره في الهواء. انا مش عارف انا ليه حاسس ان الحيوان ده كان فاهم هو بيعمل ايه. المهم ما علينا، نرجع بقى للزمن لاسبوع ورا كده. ايوه تعالوا نرجع مع بعض. وكان في شويه شباب عمالين بيصنعوا حاجه على شكل رمح من الحجاره عشان بيستخدموها في الصيد، واللي هيصنع الرمح حلو هيكون نجح في الاختبار، هيبقى راجل في نظر القبيله وهيروح مع القبيله في طلعه الصيد بتاعتهم. ووقتهم بيخلص وبيبدا قائد القبيله يشوف كل واحد صنع الرمح ازاي، واول واحد بيكون صنعه وحش وبيفشل، والتاني بيبقى قشطه يعني اللي هو انت معانا ياض، والتالت فشل برضه لحد ما بيوصل للاخير وبيكون صنعه حلو لدرجه انه جرح قائد القبيله لما مسكه، والمفروض كده انه نجح. وهنعرف هنا ان الولد ده اسمه كيدا وابن قائد القبيله، وهو نفس الولد اللي الماموس شقلته، بس هو لسه مش عارف انه هيتشقلط بعد اسبوع، بس انا عارف. المهم وفجأة القبيلة بتجيب الاتنين اللي نجحوا وبينزلوا طحن فيهم، لا ده بيعجنوهم يعني بمعنى الكلمة. ده كل رجالة القبيلة بتوجب معاهم، واعمل حسابك انك بعد ما تعدي من العلقة المتينة دي انت كده بقيت راجل رسمي فهم نظمي. والحمد لله طبعا اني مولود في العصر الحديث. يعني اكيد ما فيش حد يتمنى يتولد في العصر ده تاني بعد اللي احنا شفناه ده. وطبعا في العصر الحديث الواحد اول ما بيطلعوا شنب بيبقى راجل، يعني بياخد لقب الرجوله بسهوله. المهم وبيضربوه لحد ما القائد بيقول لهم كفايه كده، وبيروح لابنه يقول له الف مبروك انت كده طلع لك بطاقه خلاص. مش ناقصك غير حاجه واحده بس. ايه هي؟ تاخد ختم الصياعه الابدي ب8 غرز في وشك. وانا عارف انك هتكون قائد مالكش حل من بعدي، اظهر بس انت شجاعتك في طلعه الصيد دي عشان اتشرف بيك قدام القبيله. وبالليل القائد بيكلم مراته اللي رافضه ان ابنها يروح معاهم لانها خايفه عليه، لكن بيقول لها ان هو شهر من كل سنه لازم نصطاد الوحش العظيم، ولو ما عملناش كده قريتنا هتموت، ودي بتكون معتقداتهم برضه. وهو اظهر شجاعته انه هيقدر يجي معانا. وتاني يوم بيودع امه وبيمشي، وجوزها بيقول لها اوعدك هرجعه لك وزياده حته كمان، فبتقول له ما توعدنيش بحاجه انت مش متاكد منها، يلا امشي من وشي. يلا يا راجل بلا كدب بقى بوشك، ده كداب كدب الابل. وبيتحركوا في رحلتهم لصيد الوحش العظيم في وجهة نظرهم، ولما الجو بيليل عليهم بيولعوا ولعة بحاجات هم صانعينها بتشتغل عن طريق الاحتكاك. وابو كده بيقول له خد جرب تولع كده، بس بيحاول كتير وما بيعرفش، وابوه قال له مع الوقت والتعود والصبر هتعرف. والصبح بيكملوا طريقهم لحد ما بيقابلوا قبيلة تانية وبتكون تبعهم برضه وهيصطادوا مع بعض. وبنشوف هنا ان الناس دي بتستدل لطريقهم عن طريق علامات، وهي صخور كبيرة مرصوصة فوق بعضها وحاطين عليها علامات بكف الايد اللي هو روح في اتجاه الصوابع، والمفروض ان اجدادهم هم اللي حاطينها عشان يعرفوا يوصلوا لمكانهم ويرجعوا لقريتهم تاني. المهم في طريق سفر زي ده لازم ياكلوا، يبقى لازم يصطادوا طبعا. فطلعوا على جبل وكان في تحتهم خنزير بري وقاعد وبياكل وفي حاله. بس غفلوه ضربوه بالسهم. خد يا سلفي. بس زعيم القبيله قال لهم خلوا كده هو اللي يذبحه، ولان كده كان لسه ورق خضرا مالوش في الكلام ده خاف، فابوه خد من ايده السكينه وهو اللي ذبحه وقال له الحياه للاقوى، والقوه دي حاجه انت بتكتسبها مش بتجيلك من نفسها. وبالليل عملوا وليمه على الخنزير البري وحياتهم حلوه، لكن الحلو ما بيدومش لانهم حسوا بحاجه بتتحرك جنبهم، ولما استعدوا لاي هجوم مفيش حاجه هجمت عليهم، فقالوا اكيد الهوا هو اللي عمل الصوت ده وقعدوا تاني. وبسرعه دخل نمر في وسطهم وخطف واحد من وسطهم واختفى، وهم عرفوا ان الواد مات بسبب الصوت اللي سمعوه. بحب اقول لكم ان اللي اتخطف كان قاعد جنبي كده ابن زعيم القبيله، وكمان هو نفس الواد اللي نجح في الاختبار، يعني كل العلقه على الفاضي وما لحقش يفرح برجولته. وتاني يوم حطوا كام طوبه على شكل البيض كده فوق بعض اللي هو احنا كده دفناه،
دي مراسم الدفن عندهم، وكملوا مشيهم. وده شكل الطريق اللي مشيوه، وشكله طريق مش قصير، فيها سفر كام يوم كده لحد ما وصلوا للكهف اللي مخيمين في ده، ورسم لابنه حاجه شبه الوشم على شكل نجوم زي اللي في السماء. واي واحد من القبيله بيبدا يسافر لازم يترسم على ايده نفس الرسمه دي عشان يستدل بيها على طريق بيته، اللي هو بيمشي ورا علامات النجوم لحد ما بيلاقي نفسه وصل للقريه بتاعته. وبيسمعوا صوت ذئاب، فبيقول لابنه ان ده الذئب الفا اللي هو زعيم القبيله، وبياخد زعيم القبيله بسبب قوته لانه ما اتولدش ابن زعيم ولا حاجه، وكل اللي في القبيله بيتحدوه لحد ما بقى الزعيم. وبيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا للقطيع اللي طبعا انتوا شفتوا هو حصل ايه. وده اخر مشهد من اللي حصل. وبعدها القبيله كلها راحت تلحق كده، وكان متشعبط في حجر، لكن الحجر ما اتحملش واتكسر، والواد وقع وخبط في كام حجر اللي هو شيت، لحد ما وقع على حته بارزه كده من الجبل، والمفروض مات من بعدها. والحته اللي هو وقع عليها دي كانت بعيد عنهم ومش هيعرفوا يوصلوا لها. شايفين كميه الحيوانات اللي ميته تحت؟ ما يعرفوش الحاجات دي سعرها كام دلوقتي، عشان كده بيعملوها بالطريقه الوحشه دي. المهم وابوه حاول ينط له، اللي هو غباوه وخلاص. ما كفهمش غباوه من اول الفيلم، بس في ناس مسكوه وقالوا له مش هتعرف توصل له، وهو كده كده مات، واحنا محتاجينك عشان انت الزعيم ولازم ترعى قومك. وسمع كلامهم وما نطش، لكن فضل واقف في مكانه ايام وليالي وينادي على ابنه على امل انه يكون فقد الوعي ويفوق. والقبيله نزلت تحت الجبل عشان يشوفوا كميه الحاجات اللي ماتت دي، وفي اتنين بيتكلموا انهم لازم يقنعوا القائد انهم يرجعوا لبيوتهم قبل ما الشتاء يدخل، وده لان الشتاء عندهم وحش وممكن يموتوا في طريقهم. وبالليل مساعد القائد بيقنعه انه مات خلاص وانهم لازم يتحركوا قبل الشتاء. والصبح بيسيب كام حجر اللي هو كده دفنه يعني، وبيكون حزين جدا وبيمشوا. وبعد فتره من الزمن في نسر بينزل فوق عشان ياكله لانه جثه ميته بقى، لكن لما بياخد اول قرمه كده بيفوق وبيرميه بعيد عنه. ولما بيشوف المكان تحته بيخاف لان المكان تحت بعيد وكمان فوقه بعيد. وبيفضل ينادي على ابوه لكن محدش بيرد عليه، فبيحاول يمسك في الطوب وبينزل، بس بعد ما بيتورط بيكتشف انه علق نفسه ومش عارف يكمل. المهم يعني الغيامه بتغيم والرعد بيرعد والبرق بيبرق، وكل ده وهو متشعبط. لا وكمان بيحصل سيول كتيره تحته. يا قد ايه يا ابن انت عظيم، وايدك اتحملت كل ده واحنا نعمل نفسنا مصدقين. المهم قرر انه يستفيد من الميه اللي تحته ونط فيها وبيغمى عليه. ولما بيفوق بيكون عطشان، فبيروح يشرب اي ميه بتقابله ومش هتفرق هي ايه بالظبط. وبعدها بيبص على رجله فبيلاقيها ورمه ومكسوره، فبيثبتها بكام حجر وبيردها تاني، وبيربطها بخشب عشان يقدر يمشي عليها. ولما بيطلع فوق الجبل بيلاقي ان ابوه حاطط كام حجر على روحه ومشي، فبيعرف ان ابوه فكره مات. وقبل ما بيحزن على حاله شاف كام ديب بعيد رايحين ناحيته، فنسي ان رجله مكسوره وقام يجري. ولما حب يريح شويه لقى ان الديابه شايفاه وريمه متسابه وعاوزه تاكله قبل ما يوصل للغابه، لكن لما شافهم طاروا قبل ما يوصل للشجره في واحد منهم قفش في رجله، وكده طلع سكينه وغزوا بيها وطلع على الشجره بسرعه وهم مستنيينه تحت. وفضلوا على الوضع ده كام يوم كده لحد ما فقدوا الامل فيه ومشوا. وطبعا عشان هم وصلوا شويه سابوا صاحبهم المصاب، وبعد كده نزل وكان هيقتله، لكن ضميره ما وافقش وقرر يعالجه، بس كان خايف منه فربط بقه بحبل وخده ومشي. ولما الليل دخل حاول يولع نار لكن ما عرفش. وهنا كنا هنقول الدرس الابيض بينفع في اليوم الاسود، بس مش اشكال لان الدنيا هتعلمه. ونام في البرد. وتاني يوم خد حبه قش من شجره من الطبيعه وطحنهم حلو وحطهم على رجله. ولما شرب ميه بص للديب وعرف انه عطشان برضه، لكن الديب فك بقه وهات لي بقه والنبي يا صاحبي. وكده كان خايف يديله ميه لحسن يغفله، لحد ما عرف يديله الميه في الاخر. وعشان ياكل اصطاد ارنب بري وسلخه وحطه جنبه عشان يولع النار، لكن الديب قال لما قوم اخد البتاع ده من جنبه وهو مش واخد باله، بس كده شافه وضربه. يا رب ايدك تشتغل. وقال له كلنا هناكل بس اصبر، لحد ما اخيرا عرف يولع نار وشوى الارنب وكلوه. وبالليل صنع كام رمحه والديب قاعد جنبه وفضل ينادي اصحابه واصحابه يردوا عليه. وكده بص على ايده والنجوم عشان يشوف لو كان ماشي صح، وطلع ماشي صح. وفضلوا قاعدين لحد ما الاتنين اتعافوا. وكده لما مشي الذئب مشي وراه، بس كده بيقول له ارجع لاصحابك وبيبعدوا عنه، لكن الذئب مصمم يمشي وراه في كل حته لحد ما بقوا اصحاب وكملوا سفرهم مع بعض. وفي طريقهم شافوا خنزير بري، الذئب راح يصطاده والخنزير جري ناحيه كده، لكن كده ما عرفش يضربه بالرمح بتاعه وسابه يهرب. والذئب بيبص له بصه استحقار اللي هو يعني اكلك انت دلوقتي بداله يا فاشل ولا اعمل فيك ايه؟ يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. وكده بيقول له على فكره انا كنت هصطاده بس ما عرفتش، انت حتى شفت انا ما كنت هصطاده والله. وراحوا يصطادوا فريسه ثانيه وكانت ارنب بري برضه، وطبعا كده فاشل زي ما هو، والذئب هو اللي اصطاده. وعملوا عليه وليمه. وبعدها الذئب حاول ينام جنب كده وكده رفض، لكن لما النار اتطفت وكده نام، الذئب لزق فيه ونام هو كمان. وتاني يوم شافوا بحر ودخلوا يلعبوا في حبه. ولما طلعوا الذئب شاف حبه سمك حلوين ونط اصطاد واحده وطلع. ومن الواضح انهم مشوا طريقهم لحد ما الشتاء دخل عليهم وبيحاولوا يصطادوا خنزير بري، والذئب بيحاول معاه لحد ما بيعجزوا وكده قتلوا بسرعه. يعني كل اللي ابوه حاول يعلمه له هو اتعلمه لوحده. ولما الليل دخل ولعوا ولعتهم وكلوا وظبطوا حالهم، لكن اتفاجئ بالذئاب داخله عليهم ومستعده تاكله. والذئب صاحبه قرب من القائد وكلمه في ودنه، بس انا عارف هو قال له ايه. قال له تبع الواد ده سيبه ويمشوا. ولما مشوا كده قال للذئب صاحبه روح مع عيلتك. والذئب سابه ومشي. وكده كان نفسه انه يفضل معاه لانهم اصحاب. وتاني يوم وهو ماشي والتلج اشتد عليه فضل يصفر على امل ان الذئب يسمعه ويرجع له، لكن لا حياه لمن تنادي. ولما بينام بيحلم بابوه وهو بيقول لامه ان ابنهم مات. وبيصحى من النوم وهو مفزوع وبيكمل طريقه وبيشوف الذئاب ماسكين فريسه وبياكلوها. ولانه جعان هو كمان حاول يروح لهم بسرعه عشان ياكل معاهم، ما هم اصحابه بقى. لكن دخل على منطقه فيها ميه
والتلج بيتكسر من تحت رجله لحد ما وقع في الميه وما عرفش يطلع بسبب التلج. وفي نفس الوقت الذئب شافه بقى بيحاول يساعده لكن مش عارف يعمل حاجه، بس برضه ما سابوش ومشي. وكده طلع الرمح بتاعه وكسر بيه التلج وعرف يخرج بس متلج بقى، وعمل ولعه وقلع هدومه عشان غرقانه ميه وفرشها تحت وخد الذئب في حضنه عشان يدفيه ونام. انا مش عارف اقول ايه، بس في كميه اخلاص مش طبيعيه. المهم وكملوا طريقهم لحد ما شافوا واحد لكن طلع ميت، فخدوا منه سلاحه اللي هو كان قوس وقال له شكرا على مساعدتك لينا ومشي. بس هو الواد ده شكله فقري لان في شويه ضباع جريت وراه عشان تاكله، وجري والذئب سبقه في الجري وفضلوا يجري شويه ودول طايرين وراهم لحد ما دخل كهف عشان يستخبى منهم. والذئب وقف على باب الكهف ومستعد لاي هجوم، لكن الضباع مشيت وما شافتهمش. ولان الواد ده فقري برضه الكهف طلع بتاع نفس النمر اللي كان صاحبه اللي كان في اول الفيلم وهجم عليهم. والذئب كان لعبه في ايده بس ما سابش صاحبه وفضل يدافع عنه لاخر لحظه في حياته. وحصلت بينهم معركه حلوه وفي الاخر كده ضرب النمر بالسهم اللي خده من الراجل الميت وقتله. والذئب كان لسه فيه شويه روح بس اتخرشم وخيموا في مكانهم وكلوا حته من النمر. وتاني يوم كملوا طريقهم لحد ما شاف العلامات اللي بيستدلوا بيها على الطريق. وهنا بقى عنده امل انه يوصل لقريته وتعبوا لدرجه ان كده بقى بيكح دم. وكمان الذئب متخرشم بسبب معركته مع النمر. شايفين الشفق كان شكله حلو ازاي يا جدعان؟ بس كده كان شايف الشفق ده ان اجداده هم اللي بينوروا له الطريق. وبيكملوا طريقهم لحد ما الذئب بيتعب بسبب الاصابات اللي حصلت له من النمر وبيقع، وكده بيرجع يشيل ويمشي مع انه تعبان هو كمان. وبيعدي عليهم ايام لحد ما كده بيتعب وبينام في وسط التلج وبيقول للذئب انا محتاج ارتاح حبه. والذئب بيكون خلصان هو كمان. ولما بينام بيحلم بامه وهي بتقول انها خايفه عليه من الموت، لكن ابوه قال لها انه قوي واقوى من خيالك وكمان هو ما يعرفش انه قوي. وبيقوم مفزوع من النوم برده كانه كان بيحلم بكابوس وبيشيل الذئب وبيكمل لحد ما بيشوف قريته قدامه. واول ما بيوصل بيشوف ابوه وابوه بيشوفه وهو بيتصدم وما بيكونش مصدق عينه لحد ما كده بيترمي قدامهم في الارض بس باين على جسمه الضعف. يا على احساس انك توصل للبيت بعد رحله زي دي. وبعد ما بيفرحوا بيه بيقول لهم الذئب عايز رعايه فبياخدوهم هما الاثنين وبيعالجوهم. والذئب طلع انثى وحامل وجاب شويه اطفال. اخص عليك يا كيده بقى من رحله واحده تعمل فيه كده. المهم بياخده في حضنه وبيقول له بحبك يا ام العيال. ولما بيتعالجوا بيطلعوا يقعدوا جنب بعض في المشهد العظمه ده. والعيال كبرت وبتلعب وراهم وفي واحد منهم راح قاعد جنب ابوه فشال وسمع صوت ذئاب وعمل شبههم. وفي الموسم اللي بعده القبيله راحت تصطاد الوحش العظيم لكن مش لوحدهم بقى لانهم بقى معاهم قطيع من الذئاب. وهنا بيخلص فيلمنا، واتمنى تعملوا لايك واشتراك للقناه، ويلا بينا نبدأ الفيلم التاني. فيلمنا بيبدأ بطفل بيجري في غابة بكل سرعته لأنه بيتدرب في سباق قوي مع قطيع كامل من الذئاب علشان يشوفوا مين فيهم أسرع، وهو عمليا بيسبقهم. لكن النمر الأسود واسمه باجيرا كان بيطاردهم علشان يصطادهم، وده برضه جزء من التدريب. وعرف يمسك موكلي وقال له أسلوبك في السباق غلط، ولو مسكتك في يوم الاختبار الحقيقي مش هتنجح في الانضمام لمجلس الذئاب. وموكلي قال له لو الشجرة اللي بجري عليها ما كانتش اتكسرت كنت أنا اللي هسبق. وباجيرا قال له أنا عارف ان انت ما اتولدتش ذئب لكن على الاقل اتصرف شبه الذئاب. وموكلي سابه وراح لركشة المربية بتاعته او امه. وانا عارف ان بقالي كام يوم شغال اجيب لكم اطفال ولاد حيوانات، ما اقصدش غلط، وانا اقصد ان اللي مربيهم حيوانات. المهم اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم. وبيتكلم ان بعد سنين طويلة من الازدهار في الغابة فجأة في سنة دخلت عليهم بالجفاف بدون اي مقدمات، وفي صخرة ظهرت. الحيوانات عارفة ان ظهور الصخرة دي يعني دي هتكون سنة جافة وقاحلة، وبالتالي بيعملوا قانون جديد كليا ليهم علشان يعيشوا بيه، وهو ان الصيد على ضفاف الانهار محرم نهائي لان الاولوية للشرب مش للاكل. وانا شايف ان القانون ده بيأرنب الحيوانات لان في هنا عصافير مش متربية وما عندهاش دم قاعدة بتتغدى جوه بق تمساح. وبعد السعادة اللي كل الحيوانات كانت فيها فجأة الشريكان وصل والكل خاف منه. واكيلا قال لموكلي يقف ورا ظهره وما يبعدش عنه نهائي. وشريكان نزل في وسط الحيوانات اللي كلها بعدت عنه وفتحت له طريق ووقفوا يبصوا عليه بحذر وهو بيشرب. وبعد ما خلص شرب قال لهم انا شايف الكل متجمع هنا وطبعا مش خايفين لاني مش هقدر اصطاد حد، بس انا شامم ريحة مش قادر اقاومها. وكان بيبص لموكلي وبيقرب منه لحد ما الذئاب وقفت في طريقه. واكيلا قال له موكلي واحد من قطيع الذئاب. وشريكان قال لهم قانون الغابة اللي بيحميكوا دلوقتي بيقول برضو ان ممنوع وجود بشر في الغابة، ولو خالفتوا القانون انا كمان هخالف القانون واصطاد براحتي. لكن اكيلا رد عليه بكل جرأة وقال له انت عارف مين اللي بيحكم الجزء ده من الغابة، واعتقد انك مش هنا علشان تهددني وخاصة في وقت هدنة المياه. وشريكان لما شاف نفسه مش هيقدر يقاوم قطيع كامل من الذئاب استسلم وقال لهم طب همشي انا دلوقتي وقريب المطر هيرجع وفترة الهدنة هتخلص وبعدها هرجع لكم ومحدش هيرحمكم من تحت ايدي. وبعد فترة من الزمن المطر رجع وعمل سيول قوية بترمي في البحيرة علشان ترجع تتملي تاني وفترة السلام تنتهي. وقطيع الذئاب اجتمع لانه خاف من تهديد شريكان علشان ياخدوا قرار في وجود موكلي بينهم. لكن موكلي قال لهم انا همشي
همشي لاني مش عاوز حد يتأذي بسببي. وراكشا رفضت وقالت لهم محدش هيقدر يحرمني من طفلي، لكن اكيلا قال لها لو فضل موجود معانا الشريكان هيعرف يوصل له وهيقتله، ولو بتحبيه سيبيه يمشي. وفعلا مشي مع باجيرا اللي كان ناوي يوصله عند القرية اللي فيها بشر جنبهم، لكن هم في طريقهم قابلوا قطيع الافيال وباجيرا انحنى قدامهم وقال لموكل ينحني لان الافيال المفروض انها حاجة مقدسة عندهم. ولما كملوا طريقهم باجيرا حس بخطر فقال لموكل اهرب، وموكل قال له اهرب من ايه، انا مش هتحرك من مكاني الا معاك. شريكان لما معرفش يمسك موكلي راح لقطيع الذئاب وكلهم عملوا نفسهم مستعدين للمعركة. وشريكان بكل هدوء قرب من اكيلا زعيم القطيع وقعد جنبه عادي بكل بساطة. ولما اكيلا اطمن وقلبه ارتاح قعد هو كمان وقال لشريكان الطفل ما عادش موجود هنا، وبكده انا وانت ما عادش بينا اي خلاف. لكن شريكان غفله وهجم عليه وتقريبا هو كده خلاص خلص عليه، وقال لقطيع الذئاب انا هسيطر عليكم وهعلمكم يعني ايه تعيشوا في خوف لحد ما ترجعوا لي موكلي. وده لان انتوا اللي سمحتوا له يهرب، وموكل لسه مكمل هروبه في الغابه وماشي في اماكن ما يعرفهاش واول مره يدخلها، وكان خايف لحد ما شاف قدامه جلد تعبان عملاق جدا، بس هو ما عرفش ايه ده وكمل طريقه. لكن وهو ماشي بين الاشجار اتفاجئ بتعبان عملاق في وشه وبيكلمه وقال له ما تخافش لاني مش هاذيك، انا هاكلك بس، وخليني اقول لك انت تبقى مين الاول وايه موطنك الاصلي. ونومته مغناطيسي وبدات تدخل لعقله صور عن موطنه وعن انه من قرى البشر وانه بشري زيهم، والبشر بيشكلوا ضرر كبير على الغابه لانهم بيستخدموا ضوء حارق والحيوانات بتسميه الزهره الحمراء، وطبعا هي تقصد بالضوء ده النار. وقالت لموكلي النار دي اكبر عدو للغابه وحيوانات الغابه لانها حارقه وبتدمر اي حاجه وتعتبر قوه جباره الكل بيخاف منها، والبشر هم لوحدهم اللي بيقدروا يتحكموا فيها. وبعد كده خلته يشوف اللي حصل مع ابوه لما شريكان هجم عليه وابوه حرق وش شريكان وطير له عينه، وشريكان قتله وهرب من خوفه من النار بدون ما يشوف الطفل اللي موجود. والطفل ده يبقى موكلي اللي خرج من الكهف وباجيرا شافه فخده علشان يرعاه وسلمه لقطيع الذئاب علشان يكبر في وسطهم. وموكلي لما بدأ يفوق شوية لقى التعبان خلاص حضنه وكان ناوي يسلطه، لكن على اخر لحظة وصل دب اسمه بلو علشان يدافع عن موكلي، وفعلا دخل في قتال مع التعبان وكان قتال صعب جدا لان التعبان عملاق جدا، لكن في النهاية بلو اتغلب عليه وهرب. وكان مع موكلي اللي اول ما فاق بلو قال له انا انقذتك من موت مؤكد وهو دلوقتي لازم ترد الدين. وعلشان يرد الدين بلو طلب منه يتسلق الجبل العالي ده علشان ينزل له خلايا النحل اللي بتلمع فوق دي، وكان شكلها جامد بصراحه. وموكلي رفض، لكن بلو قال له انا لو ما اكلتش العسل هموت، يرضيك اني اموت؟ فصعب على موكلي وقرر يتصرف، وكبدايه صنع شويه حبال بغصن الشجر وربطهم في قمه الجبل ونزل علشان يوقع الخليه، لكن كان خايف من النحل. وبلو قال له ما تخافش لانه ما بيقرصش، وموكلي صدقه ونزل علشان يوقع الخليه، لكن النحل هانه. بس مع كده موكلي ما استسلمش ووقع الخليه، وبلو فرح جدا ودخل فيها براسه وكان نفسي اعمل زيه بصراحه. وموكلي نزل متشرح وقال له تصدق النحل ده طلع ما بيقرصش، وقال له احنا كده متعادلين وسابه ومشي علشان يكمل طريقه لقريه البشر. وبلو راح وراه وقال له انت رايح فين؟ فقال له باجيرا اجبرني اروح لقريه البشر لان في نمر بيطاردني وعاوز ياكلني. فقال له باجيرا دايما مقيد نفسه بقوانين والحياه بتحتاج الحريه بصراحه يعني. وخد موكلي وراح بيه عند قريه البشر علشان يشوفها من بعيد، وقال له دايما تقدر تميزها بالزهره الحمراء لانهم بيعيشوا بيها معظم الوقت، واتمنى انك تعيش معايا وانا هحميك، بس ما تروحش لقريه البشر لانك تقدر تعيش كبشري لكن وانت في الغابه معايا. انت حاليا عارف مكان قريه البشر وجرب عيش معايا، ولو حبيت تنزل للقريه انزل وقت ما تحب. وموكلي عجبه الفكره وقرر يعيش مع بلو لانه خايف من النزول لمكان البشر. وراكشا لقت شريكان متجمع مع اطفالها وبيديهم درس في الاخلاق، فراحت وخدتهم منه وقالت له انت ليه بتعمل كده؟ موكلي خلاص راح، مش ده اللي انت كنت عاوزه؟ فقال لها انا عاوز اقتله، ولما يعرف اني قتلت اكيلا هيرجع وانا هكون في انتظاره. وموكلي عايش حياته مع بلو وبدأ يخترع لنفسه معدات علشان يطلع ينزل كل خليات النحل بدون ما يتأذي أو يبوظهم. وفعلا عمل شغل جميل مع بلو وباقي الحيوانات اللي في الغابة وكانوا مبسوطين جدا مع بعض وأيامهم بقت حلوة. وموكلي حب الحياة مع بلو أكتر بكتير من حياة القوانين والخنقة. لكن فجأة وهم فرحانين حسوا بحركة غريبة جنبهم بين الأشجار فخافوا، لكن لقوا باجيرا هو اللي في وشهم. وموكلي فرح بيه جدا، وباجيرا بدون أي مقدمات قال لموكلي يلا نمشي علشان
علشان اوصلك لقرية البشر، لكن بلو قال له ناموا وارتاحوا وبكرة كملوا رحلتكم. وباجيرا وافق، وبالليل موكلي وهو نايم سمع الافيال وهي بتعمل صوت قوي جدا، فخرج علشان يشوفهم ولقاهم متجمعين عند حفرة. ولما راح لهم كانوا هيهجموا عليه لكن انحنى قدامهم فسابوه لانهم عرفوا انه مسالم. فراح بص على الحفرة ولقى ان الطفل اللي معاهم وقع في الحفرة، فراح بسرعة خد الحبال اللي هو مجهزها ورجع تاني، لكن باجيرا وبالو شافوه وراحوا وراه، لكن خافوا يتدخلوا لانهم بيخافوا من الفيلة. وموكلي نزل في الحفرة وربط الطفل بالحبال بتاعته وساعد الفيلة في انه يطلعوا طفلهم، وفرحوا جدا بكده وشكروا موكلي وخدوا طفلهم ومشيوا. وموكلي راح قعد على شجرة وهو حزين لانه مش عاوز يسيب الغابة، لكن وهو قاعد جاله قرد غتت وغلس وفي كل صفات التناحة وغلس عليه لحد ما في قرد تاني خطفه وهرب بيه. وباجيرا وبالو شافوا القرد وهم بيخطفوا موكلي فرحوا وراه بسرعة علشان ينقذوه. والقرود وصلت بموكلي لقائدهم القرد العملاق جدا بطريقة مرعبة، وقال لموكلي انا مستعد احميك من اي خطر في الغابة، وخاصة من شريكان اللي عاوز يقتلك، لكن محتاج منك خدمة بسيطة وهي انك تعلمني ازاي استخدم الزهرة الحمراء علشان اعرف اسيطر على الغابة بالكامل. وموكلي قال له مش هعرف اعلمك حاجة لاني معرفش البشر بيستخدموها ازاي. وملك القرود اتعصب وكان هيهجم على موكلي، لكن بالو وصل وبدأ يتكلم وشغل القرود والملك بتاعهم علشان باجيرا ياخد موكلي ويهرب، لكن ما لحقوش يهربوا لان في قرد غيتت شافهم والمبنى لما وقع فوق راس ملك القرود كلهم راحوا بسرعة علشان يشيلوا الصخور من فوقه، وده يعني على امل ان هم ينقذوه. وموكلي سأل باجيرا هو فعلا شريكان قتل اكيلا، فقال له اه. وموكلي اتعصب وقرر انه ينتقم لموت اكيلا وراح بسرعة عند قرية البشر علشان ياخد من عندهم النار اللي بتخوف كل حيوانات الغابة. وفعلا لقى شعلة فوق راسه فخدها ورجع بيها للغابة بكل سرعته، وكل الحيوانات اللي في الغابة شافت النار فخافت وهربت علشان تتجمع جنب النهر. وباجيرا وبالو شافوا النار فعرفوا ان ده موكلي وراحوا وراه بسرعة علشان يحموه. وموكلي وهو بيجري وقع منه بعض الشرار من النار اللي في ايده فبدأت تحرق في الغابة. ولما وصل عند النهر فضل يصرخ بصوت عالي علشان يستدعي الشريكان ويقتله. ولما الشريكان وصل موكلي قال له انا ما بقتش بخاف منك ومحدش هنا هيخاف منك تاني. وشريكان قال له فعلا محدش هيخاف مني لانهم دلوقتي بقوا خايفين منك انت. وموكلي لما بص وراه لقى الغابة محروقة، ولما بص للحيوانات لقاهم كلهم خايفين منه وبيبعدوا عنه، حتى الذئب جراي صديق طفولته خاف منه وبعد عنه. وشريكان قال للحيوانات انا كنت عاوز اقتله لاني انا الوحيد اللي عارف حقيقته وعارف ان هيجي اليوم اللي هيكبر فيه وهيكون زي البشر وهيحرق الغابة بتاعتنا. انتوا عارفين مثل يستفزوك ليخرج اسوأ ما فيك وبعد كده يقولوا انت ما تربتش. المهم هو المثل ده بينطبق على الموقف ده. المهم نكمل. موكلي من كتر حبه للغابة رمى شعلة النار اللي في ايده في النهر وقال لشريكان الغابة وطني ومش هخرج منها. وشريكان ابتسم ابتسامة صفرة ومرعبة وقال له ده اغبى قرار خدته في حياتك لما قررت ترمي السلاح اللي كان هيحميه، لانك دلوقتي لا حول لك ولا قوة وما عندكش اي سلاح يحميك او ممكن يساعدك علشان تقتلني، وكمان ما عندكش اي صديق ممكن يقف جنبك. وكان هيهجم عليه لكن بالو اتدخل وباجيرا راح وراه وكمان قطيع الذئاب وكلهم. وبعد ما موكلي خلص على شريكان كان راجع في طريقه للغابة لكن قابل قطيع الافيال في طريقه فانحنى قدامهم. والحيوانات كلهم متجمعين وخايفين من الغابة المحروقة وكمان خايفين لا يكون موكلي مات تحت انياب شريكان. لكن فجأة وهم واقفين في صمت لقوا الافيال ظهرت من وراهم عند الشلال ومعاهم موكلي وهو راكب على ظهر فيل. وده كان كده بالنسبة لهم ان موكلي هكر الغابة خلاص، وده لانه راكب على ظهر حاجة مقدسة جدا عندهم. والافيال اشتغلت مع بعض وسدوا النهر علشان يفتحوا في اتجاه الغابة. والمية فعلا دخلت الغابة وبدأت تطفي في النار اللي بتحرق في كل حاجة. وبكده موكلي بقى ملك الغابة وموحد الأدغال بالكامل تحت رايته. ورجع تاني يعيش مع قطيع الذئاب وخد بالو يعيش معاهم. والذئاب الصغيرة كلهم كانوا بيحبوا موكلي وواخدينه مثلهم الأعلى. وكمان ركشة اللي هي مربية موكلي بقت الألفة، يعني قائد قطيع الذئاب الجديدة.